حبايب قلبي، بصوا احكي لكم النهارده عن قصه محزنه شويه. واحده بتشتغل في مكان حلو قوي وبتقبض مرتب كويس. فواحده ست جات لها اللي هي مفروض حماتها دلوقتي، فطلبتها لابنها. فقالت لها لا مش هينفع والكلام من ده. المهم بعد شويه قالت لها تاني على الموضوع ده ويعني وفقت مقابله بينها وبين ابنها. والمهم اتعرفت عليه وطلع شخصيه كويسه وارتاحت له. فقالت تمام. بتقول الدنيا كانت زي الفل وكل حاجة. أول ما خدنا خطوة ناحية الجواز ده، أول ما قرينا فاتحة يعني وكده وعملنا خطوبة، بتقول الست دي اتحولت اللي هي حماتها. اتحولت تروح الشغل وتقول عليها كلام وحش جدا، وتقعد تشتم فيها وتسوق في سمعتها وكل حاجة بالباطل. تمام. بعد كده يعني يعني حاولت تراضيها وحاولت تهديها شوية وتقول لها مالك ومش عارفة ايه، وهي مفيش. فضلت في اللي هي بتعمله ده. المهم هي كانت متمسكة بجوزها ده. راجل كويس وهو اتمسك بيها والمهم كملوا. وبتقول كتبنا الكتاب. اول ما كتبنا الكتاب مفيش تاني يوم على طول لقيتها جايه للشغل، بدون سابق كلام بدون سابق اي حاجه. لقيتها جايه للشغل وضربتني حته علقه، كسرت لي دراعي وجابتني من شعري وبهدلتني في الشغل. طبعا عشان المكان اللي انا فيه مكان كبير، فالحكومه اتدخلت وعملوا محضر وثبتوا فيه الواقعه دي كلها. والست من جبروتها دخلت الحمام وعملت عملة جرحت ايديها، عورت نفسها واتبلت على البنت دي وقالت ان هي اللي عملت فيها كده. المهم الموضوع عدى، طبعا زمايلها شهدوا ومش عارفه ايه، والموضوع عدى. فالموضوع ده عدى وعدى الكلام ده كله، والولد والبنت دول اتجوزوا وعملوا فرح وما قالوش لامه عشان المشاكل اللي هي بتعمله. البنت بتحكي بتقول هي كل اللي هي عايزاه من ابنها فلوسه، ومش عايزة حد يشاركها فيها يعني في الفلوس دي. عايزة كل فلوسه اللي هو بس. بعد ما اتجوزوا، الولد يروح عند مامته ويحاول يرضيها ويتكلم معاها، تقوم شتماه، تقوم طرداه من البيت وما تدلوش اي وش خالص وبهدله. فالولد او ابنها ده يعني الراجل ده، من كتر الضغوطات والمشاكل والحاجات اللي بيقابلها، يا حول لا قوة الا بالله، جاله مرض مناعي. بهدل او بقى كل ما يزعل يجيله كده، بعيد عن السامعين، مرض كده في جسمه بيبهدله. فهي بتحكي يعني هي سألت شيخ، بتقوله هو كل ما يروح عند مامته ويحاول يرضيها بتضايقه وبهدله، فده بينعكس على نفسيته وبيعمله المرض اللي هو فيه ده بينتشر في جسمه. الحل ان هو يفضل كده، انا بتكلم على صلة الرحم، ان هو يفضل كده ويعني يروح لمامته برغم ان هي بتبهدله، ولا يتجنبها. فالشيخ ده قال لها هو يحاول ان هو يكلمها. طيب هي يعني ايه، لا ضرر ولا ضرار، هي بتنعكس عليه بمتاعب ومشاكل. فهو بلاش يروح لها، هو يكلمها في التليفون، يتصل بيها، ازيك يا امي عامله ايه، قفلت السكه في وشه خلاص. بعد شويه يجرب تاني في التليفون اللي هو من بعيد. لكن طالما ان هو مروحه ليها بيسبب اذى له، يبقى خلاص هو فيخلي صلة التواصل ما بينهم التليفون، علشان لا ضرر ولا ضرار. ده كلام الشيخ، انا ما بفتيش. فهو يفضل كده على طول. بس الواحد بيستغرب من الامهات بتعمله في عيالها. انتي خليتي حياة ابنك جحيم. طب انتي مستفادة ايه؟ يعني انت مستفادة ايه ان انت تخلي حياة ابنك جحيم؟ وفي حموات تقولك لا انت لازم تطلقها، البت دي ما تقعدش هنا ولا دقيقة. طب هتخربي بيت ابنك ليه وتنكدي عليه وتتنغصي عليه حياته ليه؟ هتستفادي ايه؟ هتبقي مبسوطة يعني وابنك زعلان وهو مبسوط؟ ربنا يهديكوا يا رب والله.